شو رأيك ما في داعي تروح على تركيا من يوم ورايح وتعمل اسكندر كباب بالبيت بالفرن بأسهل طريقة؟ حابين تعرفوا كيف عملت هذا الصحن الشهي واللذيذ؟ تابعوا معي الفيديو للأخير. أول خطوة إخواتي بتجيبوا اللحمة اللي مفرومة كتير على الناعم وحاولوا تكون شوي مدهنة مشان تعطينا سقسقة وطيابة. بتنزلوا فوقها هاي البهارات اللي ظاهرة قدامكم حاليا على الشاشة أو بصندوق للوصف إخواتي. طج قبل ما ندعكها إخواتي، إذا أنتم ما في عندكم لحمة مدهنة وعندكم لحمة هبرة على الحل فبكل بساطة حطوا لكم معلقة سمنة، شوية زيت زيتون، أي نوع دهن أنتم بتحبوه، اعملوا بلا دهنة إذا أنتم صحيين ما بتفرق معي. ادعك. اثناء الدعك اخواتي حسيت العجينه متماسكه جدا نوعا ما، فكرت بشو اكسرها قلت لحالي ما بدي اكسرها بالدنيا، قلت لحالي اكسرها بلبن، معلقتين لبن. وهي عجينتنا جاهزه اخواتي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نمدها وبعدين بتقسمون حسب الكميه اللي عندكم وبتفردوا لي اياهم على ورق الخبز، بسموه بعض الدول ورق الزبده اللي بيجي لونه ابيض نفس الشيء. يلا نمدها بسم الله. بعد ما تمدوها بايدكم بتحطوا فوقها ورقة تانية وبعدين بتجيبوا الشوبك وبتبلشوا تمدوها بالشوبك النسواني اللي عندي. اذا حدا بيعرف هيك محل بيبيع شوبك الواحد يقدر يحط ايديه هيك بدون ما يدقوا ايديه بالشي دلونا ابعتونا الرابط. تمدوه بهالشكل وبتمشوا بالعجينة بطريقة ما تطلع لبرا. اذا صار فيكم شي هيك طلعت لبرا شو بتعملوا اخواتي؟ بكل بساطة الجزء هذا اللي طلع لبرا ترجعوا تفوتوه لجوا. يلا راح افردها وارجع لكم. بعد انتهاء عملية الفرد اخواتي تفتحوها هيك، شوفوا على هالجمال، شو كذل اطيب دونر بالعالم. هدول البهارات اللي فيها نحن ما اخترعنا شغلات ما ناكل اياها، بس في شوية بهارات كانت مكبتلة. هلا بتعملوا هيك وبتبلشوا تلفوه على امه، على امه ولا على اختها؟ على حالها، ما هي خلص لفوه على حالها اخواتي على دلعونه. وهلا بتجيبوا لي صينيه الفرن بتحطوا بقلبها ورق زبده وبتحطوا لي بقلبها هالاختراعات هدول. طبعا الكميه حسب الحاجه، حسب انتم قديش عملتوا. نحن شخصين فعملنا 2، اذا انتم 4 عملوا 8 حسب كل واحد قديش بياكل. وبعدين بتجيبوا بصل تفرموا لي اياه 4 او نصين حسب انت شو بتحب، وعلى الصينية فليفلة خضراء حدة او حلوة حسب الحاجة حاجة. بعدين بتجيبوا بندورة كمان، تحبوا 4 تحبوا نصين، تحبوا تركوها مثل ما هي فرموها وعلى الصينية. فوقن شوية زيت هيك بس لحتى يعني يعطيهم لمعة. بعدين بابريكا مدخنة تعرفوها لهيدي اللي بتعطينا نكهة التدخين مشان نحس حالنا انه شو عم نشوي مشاوي اخواتي، بس هيك على الخفيف. ملح شوية ملح اخواتي حسب الحاجة حاجة. هلا هي بتدخلوها على الفرن شواء من الاعلى الى ان تستوي كانها مشوية على النار. وهلا وقبل ما تقرب تخلص وصفتنا بالفرن شو بنعمل؟ نبلش نحضر صحن التقديم. بتجيبوا اول شي خبزة قطعوا لي اياها مكعبات محاكاة عنه. نحن قطعنا مرحلة المحاكاة، نحن كل شيء عم نعمله على أصوله حتى نجهز صحن الاسكندر. هلا بعد ما قطعناها بنحطها الصحن بهالشكل. وهلا بنجهز تقلاية الأتراك المفضلة، تقلاية البابريكا. روح قلبوا يقلوا زبدة وبابريكا، بس انتبهوا بأغلب المحلات مو بيقلوا زبدة حقيقي، وإنما بيقلوا مارغريتا كتير ضارة. أنا بنصحكم وقت تعملوها بالبيت تستخدموا زبدة حقيقية. الكمية حسب الحاجة، وهون ما في حاجة برأيي هيك حاجة. وبعدين بنحط فوقه زوس بابريكا بولفر. يا سلام، ما بنكتر يعني تقريبا نص قطرميز. رح احط له شوية بابريكا مدخنة لإضافة نكهة التدخين. شوفوا لي على هالجمال بعد ما استوى. بسم الله. هلا خلونا نحطهم بصحن التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. Çok güzel. Allah. حاسس حالي بين السيستم بيلعب كلمة. طيب هلا فينا قدامنا خيارين، يا اما بنقطعها هيك هلا مثل ما هي او بندخلها على الفرن لحتى هي تاخذ لون. شو رايك مارتينا؟ تعطيها لون ولا تاكليها هيك؟
نعطيها لون. يلا حندخلها على الفرن بس تاخذ لون ونرجع لكم. وهلا هيك حمرناها شوي جوا نشفت. هلا فينا نقطعها. بسم الله. هلا فينا نقطعها بايدنا عشان تطلع هيك على اساس انه من سيخ دنر اصلي. وهلا نبلش نحطها بصحن الاسكندر تبعنا. هلا ننزل لي جنبها اللبن وبعدين فوقها بتيجي شو؟ تقلاية البابريكا الشهيرة. بسم الله. يا سلام يا سلام. هيك خلص صحن اسكندر كباب الشهي تبعنا اللي انا مشتهي كل حدا عم يشوف هذا الفيديو انه يجربه. اتمنى تكون عجبتكم هاي الوصفة وتعطونا رايكم فيها بعد ما تجربوها بالبيت، وكمان تكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نعمل هيك اختراعات واكلات تانية. خلص الفيديو لهون مع هاللذاذة وشو؟ سلام اخواتي.